النهاردة هنتكلم عن البلاد جروب بالتفصيل الممل، وهنشرح ازاي نشتغل تحليل الفصيلة جوه المعمل بطريقة الأنابيب وبطريقة الشرايح، وهنتعرف على ازاي نغسل كرات الدم الحمراء. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويلة، صل على النبي وكشكولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معكم كابتن أناليسيس. البلاد جروب واحد من أهم التحاليل اللي بعملها في المعمل. ليه؟ قالك لأهمية استخداماته. طب أنا بستخدمه في إيه؟ قالك أول حاجة لو عندي شخص عاوز أنقله دم نتيجة لأنه فقد دم بنسبة كبيرة جدا، وده هيساعدني على إنقاذ حياته. كمان في حالات السيفير أنيميا، وكمان قبل إجراء العمليات بعمل التحليل ده تجنبا لحدوث أي نزيف أو فقدان للدم. في حالات الكيموثيرابي وفي حالات الكانسر. كمان بعمل التحليل ده في أمراض النسف زي الهيموفيليا، وبعمله للناس البريجننت، الستات الحوامل. الدم عندي بيتكون من 3 بارامتر مهمين جدا. لو انا جبت انبوبة دم وفصلتها هلاقيها زي ما في الصورة قدامك بالظبط: بلازما حوالي 55%، بافي كوت 1%، وريد بلاد سيل 45%. طب لو احنا اخدنا الاربسيز والبلازما وبدأنا ندرسهم بالتفصيل الممل، تعالى نمسك في حلقة النهاردة الاربسيز. لقينا الاربسيس بتاعتنا دي عليها بروتين. البروتين ده اسمه انتيجين. بدأنا نعمل دراسة أوسع وجمعنا أعداد كبيرة من البشر. لقينا حاجة غريبة، إن البشر عندي اتقسم لأربع أنواع. تايب 1 ده هيكون عليه بروتين 1 وده اسمه انتيجين A. وتايب 2 ده هيكون عليه بروتين 2 وده اسمه انتيجين B. وتايب 3 وده هيكون عليه بروتين 1 وبروتين 2 وده اسمه انتيجين A and B. تايب 4 وده معلهوش بروتين خالص. جميل، نكمل مع بعض. وبناء على الدراسة اللي احنا عملناها اتقسم البشر لأربع أنواع أو أربع فصائل: بلاد جروب A وبلاد جروب B وبلاد جروب AB وبلاد جروب O. الصورة اللي قدامي بتوضح الأربع فصائل. نكمل مع بعض. ركز معايا في النقطة دي لأنها مهمة جدا. بناء على الدراسة اللي احنا درسناها وبدأنا ندرس أكتر وأكتر، لاحظنا الآتي: إن الناس اللي على الأربسيس بتاعتهم على سطحها أنتيجين A عندهم أنتي بوديز ضد أنتيجين B، والناس اللي على سطح الاربسيس بتاعتهم انتيجين بي عندهم انتي بوديز ضد الانتيجين A. اما الناس اللي على سطح الاربسيس بتاعتهم انتيجين بي وانتيجين A ما عندهمش انتي بوديز لا ضد انتيجين A ولا ضد انتيجين B. ان الاربسيس بقى اللي مفيش على سطحها لا انتيجين A ولا انتيجين B عندهم انتي بوديز ضد انتيجين A وانتيجين B. ونتيجة للدراسة دي وصلنا لمعلومة ونقطة في غاية الخطورة: إن عشان أنقل دم من شخص لشخص لازم أنقل نفس الفصيلة. ليه؟ قالك لتجنب حدوث أي مشاكل. تمام؟ نكمل مع بعض. عشان اشتغل البلاد جروب عندي كام طريقة؟ عندي 3 طرق. عندي السلايد ميثود والتيوب ميثود والجيل ميثود.
حلقتنا النهاردة هنشرح فيها السلايد ميثود والتيوب ميثود، والجيل ميثود هنعمل لها حلقة بالتفصيل. بس الأول تعالى أقولك معلومات مهمة جدا، إن الطريقة الأولى وهي السلايد ميثود بتكون not specific أو not sensitivity، وكمان بتكون direct method. أما طريقة الجيل ميثود هي المور sensitivity وبتكون indirect method. طريقة التيوب ميثود بتكون أقل دقة من الجيل ميثود وأعلى دقة من السلايد ميثود، ويفضل استخدامها بدل السلايد ميثود. عشان كده يفضل اللي انت تشتغل بطريقة التيوب ميثود في المعمل عندك. اما في بنوك الدم فهم في الاساس بيشتغلوا بالجيل ميثود لان دي اعلى حاجة. تعالوا نشرح مع بعض طريقة السلايد ميثود. هتطلع الانتي A والانتي B والانتي D، وهتجيب سلايد نظيفة وتحط نقطة من الهول بلاد او عينة دم مسحوبة على ايديتها. هتحط نقطة ونقطة ونقطة زي ما في الصورة قدامك، وهتجيب انتي A وتحط نقطة على اول نقطة، وهتجيب انتي B وتحط نقطة من انتي B على تاني نقطة، وهتجيب انتي D وتحط نقطة على النقطة رقم 3، وتبدأ تعمل ميكس وتشوف لو حصل اجلوتينيشن تبقى بوزيتيف، ما حصلش اجلوتينيشن تبقى نيجاتيف زي ما في الصورة قدامك بالظبط. نكمل مع بعض. هنتكلم دلوقتي على التيوب ميثود، ودي الطريقة الأدق، فركز معايا عشان خطواتها طويلة. أول حاجة هسحب عينة الدم بتاعتي على إيديتا. تاني حاجة هاخد العينة اللي سحبتها وأعمل لها سنترفيوج من دقيقة لدقيقتين في 2000 دورة. بعد كده هاخد البلازما أرميها أتخلص منها، هيفضل عندي الكرات الأربسيس. هبدأ أحضر محلول سسبنشن 2 ل 3% اللي أنا هغسل الكرات بمعنى أصح. هجيب الأربسيز وأحط عليها ايزوتونيك سلاين زي ما هقولك بالظبط. هاخد 100 أو 150 مايكرون من الأربسيز وأحطها في أنبوبة وأملى تلتين الأنبوبة سلاين وأعمل سنترفيوج، وبعد كده أوقف السنتر وأطلع الأنبوبة أتخلص من الشوائب. أكب السلاين اللي عندي فين؟ في الحوض. هيتفضل عندي الأربسيز متوصبة في القاع. أكرر الخطوة دي من 3 ل 5 مرات. أحط سلاين أعمل سنتر أكب السلاين، أحط سلاين أعمل سنتر أكب السلاين. كده أنا حضرت محلول 3% سسبنشن. هبدأ الخطوة التانية وأجيب أنبوبتين زجاجيتين نضاف وأكتب على الأنبوبة الأولى أنتي A والأنبوبة التانية أنتي B، وهاخد من
المحلول السسبنشن اللي انا عملته 50 مايكرون من الكرات اللي انا غسلتها احطها في الانبوبة انتي ايه، وهاخد 50 مايكرون احطها في الانبوبة انتي بي، وبعد كده هاجي حاطط الرياجنت بتاعي نقطة من انتي ايه واحط نقطة من انتي بي، وبعد كده ابدأ اعمل سنترفيوج لمدة دقيقة في 1000 دورة او 20 ثانية في 3400 دورة، او ممكن الغي فكرة السنتر خالص واحطها في درجة حرارة الغرفة من 20 ل 30 دقيقة، وابدأ اشوف في الانبوبة هل ظهر اجلوتينيشن عندي ولا ما ظهرش. لو ظهر اجلوتينيشن تبقى بوزيتيف، ولو ما ظهرش تبقى نيجاتيف، زي ما الصورة موضحة قدامك بالظبط. نكمل مع بعض.
الصورة اللي قدامي دي بتوضح لي البوزيتيف من النيجاتيف وشكل الاجلوتينيشن اللي هيظهر معايا. دي كانت حلقة النهاردة في البلاد جروب. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.